يا صديقي، تعال اقعد معانا على القهوة وخدلك كوباية شاي على مزاجك. خلينا نرغي عن كتاب جامد اسمه العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن كوفي. الكتاب ده مش نظريات معقدة، ده عملي جدا. بيقولك النجاح مش صدفة ولا حظش، النجاح عادة يومية. أول عادة: كن مبادر. يعني ما تستناش الظروف تتحرك، انت اللي تبدأ. زي اللي قاعد على القهوة مستني الشاي يجي ومطلبه بنفسك. تاني عادة: ابدأ والغاية في ذهنك. شوف نفسك عايز توصل لإيه وخلي الصورة دي قدامك دايما. تالت عادة: ضع الأهم أولا. يعني رتب وقتك، ما تضيعهوش في تفاهات وتسيب المهم. رابع عادة: فكر بالكسب المشترك. النجاح مش حرب، ممكن كلنا نكسب ونفرح. خامس عادة: افهم الأول ثم اطلب أن تفهم. اسمع غيرك قبل ما تتكلم. سادس عادة: التآزر، يعني التعاون. ايد واحدة ما بتسقفش، لكن فريق كامل يغير الدنيا. سابع عادة: اشحذ المنشار. يعني طور نفسك باستمرار وخد فترات راحة تجدد طاقتك. بص يا صديقي، لو مسكت في السبع عادات دول حياتك هتبقى أوضح وأنجح. متخليش يومك يضيع في عشوائية. النجاح مش كتر حركة، النجاح إنك تمشي بخطة. قول لي بقى، أي عادة من دول نفسك تبدأ بيها من بكرة؟ ومتنساش تدعمنا باللايك والاشتراك. دعمك هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم محتوى هادف على القهوة والكتاب.